بسبب قصف العدوان الثلاثي، وصدحت أصوات المذيعين السوريين من دمشق هنا القاهرة. أبلع. السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسن ومقطع جديد. شباب شوفوا، وين بتلاقوا مثلي شخص ينزل محتوى مضحك، ينزل محتوى مثل هذا المحتوى تعليمي، ينزل محتوى تجارب ويجرح ايده، ينزل محتوى مقارنة القوى، يعني عندي كوكتيل شباب، كل شيء بتلاقوا عندي. فاليوم بدنا نتعرف ماذا لو بغداد عاصمة العالم العربي، وليش سميت دمشق بأغرب عاصمة في العالم. فما راح اطول عليكم اكثر، لايك للمقطع ويلا بسم الله. ماذا لو عضك العو. يا حسن مقطع تعليمي لا تضحك. ماذا لو عضك العو. خلص والله خلص. ماذا لو بغداد عاصمة الوطن العربي، بغداد عاصمة العراق. يمكن أول لما تسمع الاسم تفتكر يا أخي فكونا من موضوع كل ما تسمع الاسم، ليش تكرروا هذا الشيء بالإعلام؟ خلاص أزمة وعدت، شيء وصار، خلاص غيروا الصورة لبغداد، للأنبار، لا هاي المحافظات يعني خلاص مضيت. كل ما افتح فيه بتشوف حرب غيروا لنا السيرة الذاتية تبعت تكفي. لقطات دي أو دي أو دي، بس الحقيقة إن دي مش بغداد. بغداد زي ما قالت أم كلثوم قلعة الأسود وكعبة المجد والخلود. أم كلثوم هيك قالت؟ أم كلثوم مغنية لبغداد؟ دام! الله عليك يا ست. بغداد كمان اسمها دار السلام وتحولت لدار حرب، ونسينا هي اتسمت ليه كده اصلا. بغداد مدينه بتلمس فيها الاختلاف وبتعيشه، فهتلاقي مساجد للسنه والشيعه وكنايس للمسيحيين، وحتى كانت المعابد اليهوديه في بغداد موجوده، وكله عايش مع بعضه بكل حريه وسلام. بغداد البلد اللي كل اهالينا كانوا بيروحوا يشتغلوا فيها في الثمانينات، واللي اتسمت على اسمها سان فرانسيسكو. بغداد الخليل، المدينة المدورة، وده بسبب النمط العمراني بتاعها، واللي بناها كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. تخيلوا معايا بغداد عاصمة العالم العربي والوحدة اللي نفسنا فيها، ونتخيل ليه؟ ما تيجي نرجع بالزمن ورا شوية، من 1200 سنة بغداد غيرت شكل العالم لما كانت عاصمة الدولة الإسلامية. وقت هارون الرشيد كانوا بيقولوا عليها بغداد كانت عاصمة الدولة الإسلامية؟ عاصمة الدنيا، مش بس عشان كانت مبهرة بجمالها العمراني، لكن عشان كانت مركز للعلوم والفنون والآداب والفلسفة. بغداد ساعدت الحضارة العربية الإسلامية إنها تتألق وقت ما كانت العاصمة، لأن اتبنى فيها أهم صرح علمي في تاريخ الإسلام، وهو بيت الحكمة، أهم مركز بحوث وترجمة في العالم الإسلامي. نقل الفلسفة اليونانية وعلوم الهند والفرس للغة العربية، وساعتها زي ما احنا عارفين اللغة العربية كانت لغة أشعار وهجاء، مش لغة علوم، فما كانش فيه مصطلحات علمية أصلا في اللغة. عشان كده حركة الترجمة الضخمة اللي اتعملت في بيت الحكمة في بغداد غيرت مجرى تاريخ العلوم في العالم كله. وبعديها بقى عندنا علماء كبار زي الخوارزمي والحسن بن الهيثم وغيرهم كتير. لو بغداد رجعت عاصمة العالم العربي هيرجع الفن يملى شوارعنا العربية من تاني، والثقافة والشعر والفنون. والله حلو شباب هيك يصير في كل محل عزف وغناء، ويوقف واحد هيك على تلة يصير هو الشاعر يأشعرنا، والمسرح. هنرجع مثقفين لأن بغداد طلعت شعراء كبار ومهمين زي أبو نواس وبشار نجابي وغيرهم، وفي نفس الوقت ده طلعت رائعة الأدب العربي اللي مش هتدخل مكتبة في أي حتة في العالم إلا وهتلاقيه. ألف ليلة وليلة والسندباد وعلاء الدين. وكمان بغداد اللي طلع غياب اللي اخترع الموشح وعمل شوية تعديلات في العود خلته ينطق. وفي بغداد في أكبر مكتبة عامة فتحت أبوابها لكل الدارسين والعلماء من كل حتة في العالم، ده غير الكتاتيب وحلقات العلم. وكان برضو البغداد السبق في انها تصنع الورق، واتبنى فيها اول مصنع. دايم يا الربع كثير شغلات كثير، يعني والله كثير قاعد بستوعب المعلومات فقط، مخي عم احاول استوعب كل هاي المعلومات. ورق في العالم سنة 795 ميلادية، في الوقت اللي كان العالم ما يعرفش يعني ايه ورق اصلا. وفي بغداد واحدة من اشهر مستشفيات العالم القديم، ان ما كانتش اشهرهم، وهي مستشفى هارون الرشيد. ايه هارون الرشيد يا ولد في الوقت ده. منهم معدي عليكم بالمدرسة ما تحكوا لي. يوحنا بن مسوي اللي فترة كان رئيس لدار الحكمة اللي لسه متكلمين عنه. بغداد
حكمت العالم لمدة 5 قرون لحد ما المغول والتتار هدموها، وبدأت منارة العلم اللي كان بيتجمع حواليها كل الحالمين تنطفي، بس لسه شوارعها ومبانيها بيتكلموا عن ماضيها العريق من بقايا سور بغداد ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية والشرفية ومقر المعتصم ومسجده المشهور، ده غير القصر العباسي، البقايا في كل حتة. وعلى رأي الست ستسطع الشمس من جديد يا بغداد. عاش يا ولد. ثقافة، ها ما تحكوا لي ثقافة، علم، تطور، غير شكل. بغداد، اوكي. تحية بغداد، قلعة الأسود. شوفوا ما تهربوا من المقطع، بدنا نشوف ايش ليش دمشق أغرب عاصمة في العالم. ليش يعني لماذا دمشق أغرب عاصمة بالعالم؟ تعالوا نتعرف أنا وأنتوا. والله أنا عاصمة بلدي وما بعرف ليش. تعالوا نسمع لنشوف. بدي شو إذا صح ولا كذب. يلا يا شباب. وبدنا نقارن بين بغداد ودمشق. في هيك بالمعلومات او حتى بالاماكن الاسوار اللي راح تظهر في تشابه ولا نو. يلا. سلام. اليوم راح اتكلم عن اقدم عاصمة بالتاريخ، مدينة التناقضات والعجائب. مرت عليها حضارات وشعوب، مصايب وحروب. دائما الاماكن اللي بتكون مهمة ما تسمع الا ما معدي عليها حروب ومآسي ودمار. عاصمة الأمويين وحلم العباسيين، المدينة اللي يفصل كم متر على أرضها بين قبر يزيد بن معاوية والسيدة زينب. مدينة الألقاب والصفات، جلق، الفيحاء، بوابة الكعبة. الشام شامة الدنيا. دمشق عاصمة سوريا، من أقدم مدن العالم وأجملها. لا استاذ الكريم هيك كتير. يعني نحط دبي بجيبنا الصغير مثلا، يعني شوي لو سمحت. بس ليش تعتبر أغرب عاصمة في التاريخ؟ سمعنا. في خلافات وايد حول أقدم مدينة بالعالم. بعضها يقول مدينة أريحة فلسطين، وبعضها يقول مدينة حلب السورية. بس الأكيد أن دمشق أقدم عاصمة مأهولة بالسكان بالعالم، بدليل المستعمرات البشرية اللي بناها الآراميين بجانب نهر بردة 11,000 سنة قبل الميلاد. الآراميين اللي ابتكروا أذكى نظام للري، واللي صنع من دمشق مدينة الحدائق والخضار، وخلاها تصير مطمع الإمبراطوريات اللي تحاربت وتنافست للسيطرة عليها، مثل الآشوريين، البابليين، الفراعنة، الفرس والرومان، لين ما وصل الفتح الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد. وصارت أقوى عاصمة بالتاريخ بعد حكم بني أمية اللي وصل من الشام للمغرب، وصنع دولة نشرت العلم والنور بكل أنحاء العالم. دمشق اللي صار فيها أغرب حادثة بالتاريخ بحسب الأساطير، وقت انشق جبل قاسيون بسبب شهقته من كارثة أول جريمة عرفتها البشرية، جريمة قتل قابيل لأخوه هابيل. لحظة، إيش؟ والله أنا سوري ومصدوم. لحظة، دمشق اللي صار فيها أغرب حادثة بالتاريخ بحسب الأساطير، وقت انشق جبل قاسيون بسبب شهقته من كارثة أول جريمة عرفتها البشرية. شهقتهم بسبب قتل هابيل لقابيل، مدري جريمة قتل قابيل لأخوه هابيل. نعم. وفيها تعلم الإنسان الدفن، الزراعة، الكتابة والتجارة، ومنها طار صقر قريش عبد الرحمن الداخل. منها انطلقت جيوش صلاح الدين لتحرير بيت المقدس، وبنى أجمل ممالك الدنيا الأندلس. فيها اندفن محي الدين بن عربي فيلسوف الحب والتصوف، وبين حاراتها انولد العبقري نزار قباني. مآذن الشام تبكي إذ تعانق. دمشق اللي اختارها الأمير عبد القادر الجزائري من بين كل مدن العالم لتكون منفاه وموطنها الأخير. دمشق وعلى مر العصور تعرضت لغزوات وحروب، عشرات الطغاة حاولوا تدميرها وترويضها، لكن قاومتهم وهزمتهم، بدءا من الفرس وانتهاء بالمغول، وظلت الشام شامة الدنيا. الله عليك، الله عليك. الشام مدينة التسامح الديني والعرقي، مدينة يوحنا المعمدان وكنيسة الزيتونة والقديس بولس، المدينة اللي احتضنت ملايين الناس والباحثين عن الأمان، من الأرمن للشركس والتركمان، للعراقيين واللبنانيين والفلسطينيين، احتضنتهم بدون ما تسميهم أجانب أو لاجئين. يا قلبي يا قلبي يا دمشق. المدينة اللي تضامنت مع مصر لما خسرت إذاعتها،
بسبب قصف العدوان الثلاثي، وصدحت أصوات المذيعين السوريين من دمشق هنا القاهرة. أبلع. نعم دمشق نعم. هي أول مدينة عربية صار فيها بنوك، فنادق وشركات عالمية، وأول مدينة عربية. هاي مو باسطنبول يا ولد، هاي بالشام ولا لحظة هاي وين؟ وأول مدينة عربية مشت فيها سيارة بسنة 1905، وتأسس فيها برلمان وجامعة. وعلى فكرة الشام دخلتها الكهرباء بسنة 1907، يعني قبل ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الله شباب، نحن من الماضي متطورين أكثر من الحين. نحن بالماضي يعني كان عندنا تطور أكثر من هلا. ليش طيب؟ ليش هلا هيك؟ بالخمسينات ليش جيلنا ما شاف شيء؟ ليش؟ دمشق عاصمة الأناقة، وكانت المدينة اللي ألهمت مهاتير محمد لما زارها، وأقسم بعدها بأنه يصنع من ماليزيا نسخة من دمشق. كل شيء تغير بسوريا بعد الحرب، الناس، المدن والأماكن. بس إذا علمنا التاريخ شيء مؤكد وثابت، فهو أن الشام مدينة لا تموت. الله عليك. وبس شاركونا بالتعليقات، هل في شيء ما رائع ذكرناه عن دمشق؟ نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة. يا جماعة الخير، المقطع جدا حلو بصراحة، مليان كمية هائلة من المعلومات عن دمشق وعن بغداد. تخيلوا هذا المقطع احتوى دمشق وبغداد، فاكيد يستحق احلى لايك واحلى دعم اسطوري. شباب اتمنى تدعموا لي هذا المقطع باللايك، هذا المقطع لا دعم المعلومات فقط. الله يسعدكم، ادعموا المقطع باللايك، اسمك اشترك في القناه، اشترك في الجرس التنبيه. هذا اسم حسابي على الانستغرام، اذا عندك مقاطع ضحك او معلومات او اي شيء تحب نعرضه ونستمتع فيه مثل هذا المقطع، ارسلي على الانستغرام. بس تحيه للجميع، السلام عليكم.